منتخب مصر كبير افريقيا. مين افضل في كاس العالم حتى الان؟ محمد وهبي لازم يتعلم من حسام حسن. الكلب اللي كان عمال يهوهو وقرفني بصوته. عندنا جنسيتين ولا لعيبتنا تلات ارباعها اسبان والباقيين فرنسيين ولميناهم وعملنا منتخب. اي ذكر شايف نفسه فرقه يجي يقابلني، ولا تقول لي بقى لا ارجنتين ولا برازيل ولا مغرب ولا عيشه. اعمامك يالا مركز اول على بلجيكا. تعرف تعملها دي يالا؟ طبعا لا، عشان محتاجه رجاله. شفنا الرجاله وهي من ساعه ما وفي الماتش، وكل مرة طالع واحد يبكي لي ويشكي لي من التحكيم، وفي تحكيم وظلمونا وميسي، ولا حدا شكي من حسام حسن. ليه؟ حسام حسن صار مدرب مثالي، صار انجاز للتاريخ. حسام حسن مخرج لك لاعب وسط ومدخل مدافع، مخرج لك زيكو صاحب الهدف ومدخل لك مرموش. شنو هذا؟ يعني اي حاجة تصير يخرج لك الفرعون يبكي لي، وفي تحكيم وفي ظلم. تقول الحقيقة انه المدرب نتاعك مدرب فاشل، ما قدرش يحافظ على النتيجة. من اللي فزت على نيوزيلندا وانت تقارن نفسك بالمغرب وانجازات المغرب، وقال لك ليه نحن حاليا افضل منتخب عربي وافريقي يشارك في كاس العالم. شوف، هو المشرف الحقيقي للمنتخبات العربية والافريقية، هو بطل افريقيا، هو المنتخب صاحب المركز الخامس عالميا. المغرب جانب الكبار، المغرب هو اللي ترشح لربع نهائي كأس العالم. وين مصر بين هؤلاء الكبار؟ فاهم ولا إيه؟ وهذه حاجة عادية. المغرب آخر مرة تأهلت النصف نهائي كأس العالم، والمرة ذي الربع نهائي كأس العالم، وبإذن الله راح تفوز على فرنسا وتتأهل لنهائي كأس العالم، وراح تفوز على الأرجنتين وتسكتكم الكل. فاهم ولا إيه؟ وانت يا فرعون طمني، وصلت للمطار ولا لسه؟